أهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان في قناة سيو سبورت. إذا أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية بين نادي مانشستر سيتي ونادي ريال مدريد حامل اللقب. نهائي مبكر بين الفريقين ضمن مباريات الملحق المؤهلة لدور الستة عشر. مباراة نارية بين ريال مدريد الأكثر تتويجا بالبطولة وسيد هذه البطولة يواجه نادي مانشستر سيتي. وموعد المباراتان سيكون على النحو التالي: مباراة الذهاب ستقام على ملعب مانشستر سيتي ملعب الاتحاد، وستقام في 11 من فبراير أي الشهر المقبل شهر 2. ومباراة الإياب ستقام أيضا في نفس الشهر في 18 فبراير على ملعب السانتياغو برنابيو. بالنسبة لردود الفعل على المباراة وعفوا ردود الفعل على القرعة، صرحت قناة ريال مدريد الرسمية قائلة: الاتحاد الأوروبي كل موسم يقترح أشياء جديدة لدوري أبطال أوروبا من أجل القضاء على ريال مدريد، لكن النادي توج بستة ألقاب في آخر 10 سنوات. مؤلم جدا هذا بالنسبة لهم. أيضا أعزائي المشاهدين، تاريخ المواجهات المباشرة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي أقيمت 12 مباراة بين الفريقين. فاز ريال مدريد في 3 مباريات، وفاز مانشستر سيتي في 4 مباريات، وانتهت 5 مباريات بالتعادل بين الفريقين. سجل ريال مدريد 18 هدفا، وسجل مانشستر سيتي 21 هدف. إذن قمة نارية ونهائي مبكر سيقام بين الفريقين، بين مانشستر سيتي وريال مدريد حامل اللقب ضمن مباريات الملحق المؤهلة لدور 16 من دوري أبطال أوروبا. قبل الختام أعزائي المشاهدين، اكتبوا لنا في التعليقات توقعكم لمن سيحجز بطاقة التأهل لدور الستة عشر بين الفريقين: ريال مدريد بنجومه وكتيبته وتاريخه وكونه حامل اللقب، أما مانشستر سيتي بقيادة غوارديولا؟ اكتبوا لنا في التعليقات رأيكم.